شر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله. سلام البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله ديما تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين تاعي. اذا اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخلينا نبداو بالفيديو. فيديو اليوم حبيت نشارك فيه معكم روتيني ليوم الجمعه لاول مره في قناتي، وان شاء الله ينال اعجابكم. اليوم الفطور حبيت نديرو بانكيك صحي، اجتهدت عليه، وان شاء الله نحط لكم الوصفه تاعو تحت في الديسكريبشن. بما اني نضت متوخرة شوية، حبيت من اول حاجة نديرها اني نطيب الغداء، ننصبه ونخليه مع روحه يطيب، ومن بعد نبدأ شغل الدار. تابعوا معايا الفيديو الاخير باش تشوفوني كيفاش قضيت يوم الجمعة. المنيو تاع نهار الجمعة كبسة سعودية باللحم، مكوناتها بسيطة خلاص: بصل، اللحم، رز بسمتي، وبهارات كبسة. تابعوا معايا الاخير باش تشوفوني كيفاش درتها. نبداو على بركة الله مع بعضنا في الوصفة. نقصوا البصل قبل، ومن بعد نشوفوا واش راح نديرو. نحطوا اللحم والبصل يتقلوا مع بعضهم في النار، ومن بعد نشوفوا الخطوة الثانية مع بعضها.
بعد ما مرقنا بالماء وطاب اللحم نص طيب، حطينا معاه الرز بسمتي ونخلوه على نار هادية يطيب لوحده. وشوفوا معايا ان شاء الله بقية الروتين. بعد ما طبقت القش وحطيته في الجاردروب، دركا نروحوا مع بعضنا للتسياق. التسياق اهم حاجة عندي في نهار الجمعة. ساعات نسيق نهار الجمعة وساعات نسيق بالخميس، كل مرة كيفاه. بعد ما كملت شغل الدار نصلي الظهر ونقرأ سورة الكهف، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا الشكل النهائي لتاع الكبسة لليوم. حبيت نديرها بالطريقة البسيطة، وجربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. واكيد تعودتوا عليا انه يومي ما يحلاش غير بالنسكافيه. درت النسكافيه ليا ودرت التاي الراجلي وقعدنا نسهروا مع بعضانا. هذا كان فيديو اليوم، نتمنى يكون قد نال اعجابكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وملاقاتنا ان شاء الله في فيديو قادم، وما بقى لي غير نقول في رعاية الله وحفظه. يعني والله معروفهم عليك يا اخوي. انا بشو بدي يعني شو بدنا ناخذه مع كرميل؟ يعني مركزة بتعطينا شي دواء لأم ولسم وتروح عنا هالدوخة، هيك هو حكى لي والحساب عندي عمي. لا يا بشير لا حضرنا بشارة كانوا شغل حسابي بحسابها.